ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيا كان بتشوفنا من أي مكان، فأنت دلوقتي هنا في الأوضة اللي بره. البشر هم أغرب الكائنات على وجه الأرض. بس هل إحنا الكائنات الحية الوحيدة على الأرض؟ أكيد لأ. في نباتات وطبعا في حيوانات، طبعا مش دول خالص اللي أنا بتكلم عنهم. هل فعلا في كائنات غريبة ومرعبة ما نعرفش عنها أي حاجة وعايشين وسطنا؟ Var ya burada bir şey sıkışmış bak. Hayvan mı acaba? Taşın içinde bir şey var. Arkadaşlar gördünüz mü? Hayvan mı var? Taşın içinde bir şey var. Ona ne avrat? المغامر الروسي برباتوف كيلوفيتش تصور مع صحابه بين الصخور كائن أقرب ما يكون للكائنات الفضائية. ولو جبنا سيرة الكائنات الغريبة، فطبعا الكائنات الفضائية في أول القايمة. الفيديو ده مجهول المصدر لكن غريب الشكل. الكائنات موجودة في مكان زي الحضانة أو ممكن مؤسسة سرية بتستكشفهم وبتعمل عليهم أبحاث، زي ما إبراهام إيزاك كان بيبحث عن مصدر الصوت والحركة الغريبة اللي كانوا فوق سطح البيت. عالم الفضاء لسه مجهول وكمان بعيد عننا، عكس عالم البحر اللي محاوطنا من كل حتة، لكن لسه جواه أسرار كتير وكائنات أكتر ما نعرفهاش. وأكيد حورية البحر هي الأكتر شعبية وسط الكائنات الغريبة. مصدق إن هي موجودة؟ طيب مصدق إن في سمكة بالشكل ده؟ ولو طلعنا من البحر هنلاقي برضو الغريب على الأرض. ومين مننا ما بيحبش الفئران؟ بالذات طبعا لو بالحجم ده وبرجلين بطة، أو نسناس صغير براس جولهم. وده غراب غريب من الغربان، لكنه في الآخر غراب، حيوان معروف زي القرد وزي الفار وزي الغزلان. مهما كان شكلهم غريب فبرضه هم مألوفين بالنسبة لنا، والحيوانات مش بالضرورة يكون شكلهم غريب علشان خاطر نخاف منهم. هم لوحدهم ليهم مكانتهم وخطورتهم علينا كبشر.
وزي ما في كائنات غريبة شبه الحيوانات، فبرضه في كائنات غريبة شبهنا احنا البشر. المغامر الكوبي خورخي إنريكي موراليس كان في المدينة المعزولة باركو لاستكشاف أحد الأماكن الغامضة المهجورة. الكائن اللي ظهر لخورخي فيه شبه كتير من البشر، بس ايه اللي هيخلي انسان يعيش في مكان زي ده؟ وايه اللي يخلي جون مايكل في فلوريدا الساعة 3:15 بالليل يمشي في طريق زي ده؟ مين عنده تفسير للفيديو اللي جاي ده؟ طيب حد عنده تفسير لجثث الكائنات دي؟ شبه حاجات كتير لكنه مش أي حاجة منهم، أما الكائن اللي جاي ده مش شبه أي حاجة خالص. تسجيل وجود الكائنات الغريبة له أشكال كتير زي اللي هفرجك عليهم دلوقتي، بس استنى، زي ما في ناس شافت برضو في ناس سمعت. Fuck is that? أصوات غريبة زي اللي سمعتها سيلينا هي وابنها. I live in Appalachia, so this is probably not a great idea. What is that? I don't even know. I guess I'll just take a quick look. Where did that ball go? There's a skull there? Oh my gosh. What the heck? Why is there a skull here? Hello? Hello? Oh my gosh, I gotta get back inside. سيلينا اتصرفت صح ومشيت على طول عكس اتجاه الصوت، عكس اللي عمله جيكوب مارتن في مزرعته في تكساس. لو الكائنات الغريبة دي هو ده صوتهم، امال شكلهم عامل ازاي؟ غريب فعلا، زي اللقطة اللي اتصورت عند بير محمود في راس البر الساعة 4 الفجر. ما تقربش من بير زي ده أبدا مهما حصل، ولا تدخل كهف زي ده. تفتكروا هو موجود فعلا؟ الأكيد إن موجود كائنات كتير جدا على الأرض غيرنا،
احنا مش لوحدنا هنا، والغريب اللي نعرفه هو ولا حاجة للغريب اللي ما نعرفهوش. والزيارة دي انتهت، لكن برضه ما تعرفش الزيارة اللي جاية مخبية ايه. عرفنا لو الزيارة دي عجبتك، ولو ناوي تكررها اشترك معانا، دوس على الجرس واستنى الزيارة الجاية.